3 مشاكل لازم نشوفهم في الفيديو ده ونحلهم علشان ما نكونش أضحوكة العالم، وبالأخص مجموعة الأفرو سنتريك. مشكلة أسورة الملك المسروقة مش مجرد قطعة أثرية وبس، دي قطعة تخص رمز من رموز البلاد وملك من ملوك مصر وهو الملك باسونس. ودي مش مشكلة حديثة معانا على الإطلاق، ده ابتدت من وقت بيع سرير الأمير محمد علي توفيق الفضي في البكية. علشان كده ما تزعلوش مننا، أحيانا بنفرح لما أثرنا بتتهرب بره مصر لأن بيحافظ عليها، وبالدليل عقد الملكة نازلي الألماسي اللي رجع للشركة المصنعة وما زالت بتتفاخر فيه، ولو عندنا كان تم تسييحه زي قطع أخرى. أرجوكم بلاش تهجم وخلونا نواجه نفسنا بالحقيقة وبالمشكلة. من 1.5 سنة تقريبا قلنا رجعوا المسابك لأنها بتسيح كثير من الآثار والمقتنيات والتحف المصرية، سواء مسابك الألمنيوم أو مسابك الفضة أو مسابك النحاس أو مسابك الذهب. إلى يومنا هذا خلخال 6 وستك الصعيدية والفلاحة اللي كان تقيل قوي، اللي كان بيظهر في الأفلام بوزن نص كيلو للقطعة، ما زال ليومنا هذا في 2025 بيتم تسييحه إلى فضة، بجانب العملات الأثرية والعملات اللي هي رمز للدولة المصرية بتتسيح، بجانب تماثيل برونز بتتسيح نحاس. فلازم نواجه نفسنا بالحقيقة وبالمشكلة. ومشكور لوزارة الداخلية والصفحة الرسمية بتاعتها إنها رفعت الفيديو. وتعالوا نراجع الفيديو. رجل دخل على تاجر ذهب، التاجر على الفور قص القطعة نصين بدون ما يعمل لها ششنة الذهب أو ششنة العيار أو الماء الكاذب المبدئي علشان نعرف الذهب، وبدون ما يراجعوا بالفاتورة. معناها إن في اتفاق مسبق بين السارق وبين التاجر المشترك في الجريمة، لأن لا سألوا على فاتورة ولا عمل ششنة. ولو تلاحظوا مجرد ما أخرجها من الكيس قصها نصين. وفي ناس تشككت إزاي 600 جرام من الذهب يتم بيعه ب180 ألف جنيه علشان مسروق، وعلشان المشتري عارف إنه هو مسروق وإلا كان طالبه بالفاتورة، وهو عارف إن دي قطعة قديمة ما شكش إن هي أثرية، ولكن حتى ما طلبوش بإثبات أي ملكية زي ورث أو أي حاجة زي ما بنقول، ويتم بيعها بمبلغ 195 ألف جنيه لأن الشريك الثاني في الجريمة وهو المشتري وصلها للشريك الثالث في الجريمة وهو السباك، إن جاله قطعة مش مشغولة وهو بخبرته عارف المشغول المصري، المشغول الفلاحي، المشغول الملكي، المشغول الحديث والمشغول القديم. فياريت نركز في أول مشكلة. وتاني مشكلة هي الجهل والتجهيل اللي بتبتدي من حوائط مساجدنا إلى حوائط المعابد والكنائس اللي مكتوب عليها جملة فتحي وشوقية حب للأبد وهم مزوغين من الدرس. أنا مش متخيل إزاي 2 يطلعوا فوق سطح مسجد أحمد بن طولون لمجرد إن هم يحفروا أساميهم وينزلوا، وطبعا بنشوفها على المعابد الأثرية كتير. فلازم حل من السادة المسؤولين بالتوعية وزيادة الفيديوهات التاريخية وزيادة التوعية التاريخية. وأول حل هو عدم منع التصوير للأماكن الأثرية. أغلب الأماكن الأثرية والأماكن العامة ممنوع فيها التصوير. طب إزاي الدولة هتقدر تخرج إعلاناتها أو تعمل دعايتها السياحية بمنع التصوير؟ فحتما ولا بد من إزالة جزئية التجهيل التاريخي. ومش هتكلم على الموظف السارق اللي كان المفروض نراجعه لأن أغلب موظفينا محترمين جدا، ولكن زي ما بتراجع سلوك الموظف الوظيفي لازم تراجع سلوكه الحياتي، ديونه إيه، احتياجاته إيه، متطلباته إيه. وما تسيبليش واحد مديون عايم في بحر الذهب والمجوهرات ده كله مش هيمد إيده عليه. تاني حاجة لو سمحتوا دوروا على حجر اللابس لازولي اللي خرج من الإسورة، لأن الفيديو موضح إنه هو اتفك من الإسورة، على الأقل ده جزء مهم. المشكلة الثالثة والأخيرة والصادمة مواجهتنا مع أصدقائي السادة المسؤولين. رغم اللي احنا شفنا الفيديو وظهرت الحقيقة قدامنا، إلا إن في حالة من التشكك ونظرية المؤامرة
الصورة بين المواطن المصري، رغم ان هو شاف بعينه، الا ان ما زال التشكك ناحية السادة المسؤولين. ليه؟ لان مفيش لغة تواصل بيننا وبين بعض، دايما تعتيم على الحقيقة، دايما تضليل على الحقيقة، بدليل الاسورة الخطأ اللي نزلت صورتها في خبر التكذيب. فياريت يكون في لغة تواصل محترمة ومقنعة بين السادة المسؤولين وبين المواطن المصري. غريب جدا ان احنا نشوف هذا الكم الغريب من التعليقات ان اصابع الاتهام تشير الى المسؤولين نفسهم. احنا مش حابين الجزئية دي، وياريت فعليا زي ما وزارة الداخلية المحترمة سمحت للمواطنين يصوروا الاحداث بالموبايلات، تسمحوا لنا نصور المخالفات الأثرية بالموبايلات، لحتى تنتبه وزارة الثقافة أو وزارة السياحة أو أي وزارة مسؤولة ونصلح هذا الخطأ. إحنا ما بنفضحش بلدنا، إحنا بنحبها جدا وعاوزين نصلح الأخطاء اللي بيها بننتقد. أشوفكم على خير.